يابا شنو هاي الاخبار اللي قاعد نسمعها عن ريال مدريد اليوم بالتدريبات الجماعيه؟ اليوم بالتدريبات حصل تدافع وتلاسن بين فالفيردي وتشاوميني، مما ادى الى جرح فالفيردي ونقله الى المستشفى، وهو يخضع الان الى اشراف الكادر الطبي لريال مدريد، حسب صحيفه البايس الاسبانيه ذكرت هاي التفاصيل. اما الخبر الثاني، رسميا عوده كيليان مبابي الى التدريبات الخفيفه اليوم بسبب الإصابة اللي لحقت به في عضلة الساق اليسرى. أما مشاركته في الكلاسيكو لم تحدد إلى الآن بسبب عدم الجاهزية الكاملة، والإدارة النادي الملكي والكادر الطبي هو اللي راح يحدد موعد مشاركته في أي مباراة. أما الخبر الثالث والمهم، رسميا ابتداء من الموسم القادم جوزيه مورينيو هو سيكون مدرب ريال مدريد، حسب ما أبلغ فلورنتينو بيريز الإدارة بهذا الكلام. إذا عجبكم الخبر أريد المشاركة والمتابعة والتعليق الحلو، وفي أمان الله.